ليه الهجوم اللي كان طالع عليه الفترة اللي فاتت بعد الفيديو اللي عمله للنادي الأهلي؟ ليه؟ هو أسطورة غصب عنك بوجوده محليا وقاريا وعالميا. هو أسطورة وسط الناس وليه مكانته وليه وضعه في أي مكان بيروحه. ولو ما كانش ليه وضعه ما كانش كل مكان كان يطلب أبو تريكة يروحه يلعب في منتخب العالم، يلعب مع نجوم العالم، يلعب في أي مكان، في أي مكان بيروحوا بيشرفوا. هو فعلا أسطورة، وأسطورة بالنسبة لك أنت كمصري غصب عنك لازم تعترف عليه لو ما كنتش أنت عايز تعترف عليه. باعتراف الجميع كان عندك فترة فيها من 2006 لغاية 2010 كان عندك منتخب مصر بقيادة أبو تريكة، هو اللي كان موجود وهو اللي كان بارز عندك في المنتخب غير النجوم اللي كانت في المنتخب. بس وجوده فعلا دليل ان مصر كان عندها نجم اسمه ابو تريكة، اسطورة اسمه ابو تريكة، ليه وجهة نظر وليه اعتراف بقضية هو حاططها في دماغه انت ما تقدرش تغيرها. ما فيش واحد يقدر يغير تفكير بني آدم هو مقتنع بيه، عندك او عند غيرك او ايا كان. هو لغاية هذه اللحظة ما سقطش سقطة واحدة من السقطات بتاعت الناس اللي هي بتسقطها. عندك لعيبة ليها اسمها سقطت سواء إذا كانت في الملعب أو برا الملعب، إنما هو ثابت في مكانه وثابت وجوده وحافظ مكانته باعتراف الناس، باعتراف الناس اللي بتفهم. أنت مش عايز تفهم دي وأنت بتحارب لأجل المحاربة فقط ليه هو، دي حاجة ترجع لك وخليها من ضمن رأيك وحطها في جيبك واقعد ساكت وسكتم بكتم، خليك مع نفسك. إنما هو كلاعب داخل الملعب وإنسان برا الملعب مفيش حد يقدر يتكلم عليه، مفيش حد يقدر يجيب حاجة في سيرته. فعلا جوه الملعب بتاخد منه قدوة وبره الملعب بتاخد منه قدوة، وباعتراف اللعيبة اللي لعبت معاه سواء إذا كانوا في النادي الأهلي أو في منتخب مصر أو حتى الناس اللي هي أخدت معاه فترة بسيطة، برضه كله بيتكلم عليه وبيتكلم عليه بقمة الأدب والاحترام، بقمة الإنسانية اللي كان فيها. حاجة أنت ما تقدرش توصل لها خليها عندك وخليها في سرك، ما تجرحش بيها نفسك لأن هو مش هيتجرح. هو عن نفسه بدأ الفيديو وختم الفيديو. هل جمهور النادي الأهلي مش معترف بيه؟ هل جمهور النادي الأهلي ما واخدهوش فعلا أسطورة من أساطير النادي الأهلي، مش معترف بيه كنجم من نجوم النادي الأهلي؟ بالعكس لغاية هذه اللحظة معترف بأبو تريكة نجم وأسطورة من أساطير النادي الأهلي سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، وسواء عندك في مصر أو برا مصر. إيه اللي تقدر تاخده عليه تمسكه بيه وتقول إن فعلا ده ليه سقطات؟ وريني اثبت لي اللي عندك، قول لي عندي واحد اتنين تلاتة أربعة علشان أبقى معاك على الصورة وأبقى فاهم إن اللي قدامي ده فعلا عنده حاجة بيتكلم عليها على أساس. إنما أبو تريكة زي ما قلنا، أبو تريكة في مكانته داخل الملعب وخارج الملعب ملهوش سقطات زي بقية اللعيبة زي بقية الناس، إذا كانت ليها سقطات في الملعب أو برا الملعب. أبو تريكة ثابت وجوده من أيام ما كان بيلعب لغاية ما بطل لعب لغاية هذه اللحظة اللي إحنا فيها، مفيش حاجة عليه ومفيش حاجة بتدينه. كل اللي هو فيه إن هو إنسان بسيط جدا فرض نفسه بأسلوبه وبطريقته البسيطة، رفض فلوس اتحطت له تحت رجله، رفض احتراف ورفض الاحتراف ورفض الفلوس اللي اتعرضت له واتبرع بيها، واحتراف رفضه. حتى في الوقت اللي كانت فيه الأزمة قال لك ما سيبش النادي الأهلي، ويوم ما أبطل هبطل في النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي عندي أغلى من أي شيء، والنادي الأهلي عندي أغلى من أي شيء. عنده منتخب مصر لغاية هذه اللحظة ولاده قال لك مش هينتسبوا لأي منتخب تاني حتى لو ما لعبوش لمنتخب مصر. ما عندكش كلام تقدر توفي بيه لأبو تريكة والمواقف بتاعته والجدعانة بتاعته اللي هو فيها. في حد في مصر ينكر فضل أبو تريكة على منتخب مصر
أو حتى في النادي الأهلي؟ في حد يقدر ينكر المواقف بتاعته في مصر؟ في حد يقدر في المستوى العربي أو على المستوى العربي ينكر مواقفه في أي مكان بيروحه في الوطن العربي؟ بيتضرب له تعظيم سلام في أي مكان بيروحه، وكان الوحيد اللي يقدر يدخل أي مكان تتفتح له الأبواب في الرياضة عامة. وكان من أسباب إن البطولة أخذتها مصر في 2019 لما راح علشان يجمع أصوات، راح من 18 صوت جاب 11 صوت. أنت مش مقتنع بيه وأنت بتحاربه، خليها في سرك وخليها في جيبك زي ما قلنا. ما خليش حاجة زي كده طلعها للعالم علشان هبقى باين إن أنا مجروح منه. إنما أبو تريكة، مين ما يحبش أبو تريكة؟ يسلم أبو تريكة ويعيش ويسلم للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي بيحبه، وسواء وطن عربي، جمهور وطن عربي أو جمهور مصري. لأبو تريكة يسلم ويستاهل التحية ويتضرب له تعظيم سلام، وألف سلام وتحية لأبو تريكة.